عم نجيب لقب عالمي، بس ما عم يتغطى. بتلاقي الصحافه العالميه كثير عم تروج للموضوع، بس هون ما في شيء، وكانه ما عملنا شيء، وكانه هالشيء انه فوق تخيلهم، انه مو معقول شاب سوري يعمل هيك، انه مو معقول شاب سوري يجيب هلا هذا خامس لقب على العالم، انه بيجيب وبالزي، يعني بالزي صنف بين الخمسه الاوائل على العالم زي الامين، يصير 6 القاب، ولسه يمكن ما بنعرف الاداء. بحسك بتصير نيوز كثير، وبيقول لك ان شاء الله الف مبروك، رفعت راسنا بالبيت ان شاء الله. وانا بشرف اني اكون بسيريا نيوز الصراحه لاول مره، وكثير مبسوط اني اكون معكم، وان شاء الله الالقاب العالميه اللي جبتها لسوريا وللعالم ان شاء الله انه اكون حققت شيء، لانه اكون اعطيت الصوره الحقيقيه عنا كسوريين، وانا كثير مبسوط. صح تعذبت شوي لجبت هالالقاب، بس ما في شيء بيجي بلا تعب، والحمد لله جبنا القاب، ولسه لقدام في مشاريع عالميه عنا، وان شاء الله بنضل كل سنه هيك نجيب لكم لقب وتشوفوني على التلفزيون ان شاء الله. الف مبروك وميرسي كثير. باي.